ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم الموسم الثاني من حكايه بريسيفال، واللي زي ما شفنا في اخر مشهد في الموسم الاول ظهور العملاق ارثر في مشهد قمه في الفخامه حرفيا، وفكرته في التخلص من ابطال النبوءه. فيا ترى ايه هتكون نوع المواجهه بينه وبين بريسيفال وباقي ابطال النبوءه الاربعه، وايه كمان هيكون رد قائد الخطايا مليوداس؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقه اليوم. فعشان تعرف ايه اللي هيحصل كمل معانا وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. بس فجاه بنشوف ارثر وهو بيتكلم وبيعرف عن نفسه انه ملك مملكه كاميلوت اللي تم تدميرها اثناء الحرب المقدسه اللي دارت بين ملك الشياطين والخطايا السبع، وبتتغير نبرته للرعب وبيقول لهم انتوا دلوقتي على نفس طريق كاميلوت، يا هتلاقوا الخراب يا اما النجاه. وبيلعب باعصابهم ويقول لهم انه اكيد في اللي منكم فقد شخص عزيز عليه اثناء الحرب المقدسه، سواء كانوا عائله او اصحاب، او اكيد ما اثرش فيكم لحد دلوقتي حتى بعد مرور 16 سنه. وفعلا بنشوف السكان بيتاثروا كلمات، وكل واحد فيهم بيفتكر الاشخاص العزيزه عليه اللي خسرهم اثناء الحرب، بس بيزعقوا فيه بيقولوا له انت عاوز توصلنا ايه بكلامك ده؟ حتى لو هم ماتوا فبرضه لازم نستمر في اننا نعيش. بيكمل ارثر كلامه وبيقول لهم ان اكيد كل واحد فيكم نفسه يشوف الشخص ده، وبيسالوا عاوزين يعملوا كده ولا لا. هنا بيتعصب منه اكتر المدنيين وبيفضلوا يزعقوا فيه، وهو اصلا حصول شيء زي ده شبه مستحيل، انت بتقول ايه اصلا؟ بس ده بيقول لهم ان مفيش حاجه مستحيله، والصدمه ان ابن المجنونه ده بيظهر في السماء كل الاشخاص اللي عزيزه عليهم، وهو بيبتسم ودي اكيد خدعه منه، وبيقول لهم ان في ارض مفيش فيها لا معاناه ولا حزن ولا حتى موت، وهي كاميلوت. وفي اللحظه دي بنشوف كل السكان وهم مش مصدقين اللي شايفينه قدامهم، لدرجه انه من شده التاثير بيقعدوا يبكوا. ده حتى بريسيفال نفسه بيشوف جده اللي مات وبيقول لهم نعم الخطايا السبع هم الابطال اللي انقذوا المملكه دي، ما ننكرش، بس ان العشائر تعيش مع بعضها فاكيد هيحصل خيانه من طرف العشائر تانية على البشر. بس فجاه اثناء ما بيقول الكلام ده بننصدم بهجوم ظلامي قوي وجاي عليه. ايوه انه العملاق تريستيان اللي بيقول بكل غضب خطابك المخادع بيخليني عاوز افشخ خطر. هنا ارثر بيسكت شويه بس بيوجه عليه هجوم قاتل وبيقول له مع السلامه انت، ولكن الصدمه ان بتتعكس الهجمه واكيد ما فيش غير شخص واحد. نعم يا ساده انه ملك الملوك مليوداس اللي بيقول لارثر بكل فخامه ما كنتش متوقع اني هواجهها كده. وطبعا هنا بريق الامل بيبان في عيون جميع من في المكان، حتى الا ارثر بيسلم عليه وبيقول له انا اسف، بس زي ما انت عارف فكرتني في تخلص من الاجناس تانية غير البشر هي هدفي المطلق، وفاكر لما قلت لي ان الراجل لما بيقطع وعد لازم ينفذه مهما كان تمن؟ انا دلوقتي بنفذ اللي قلت لك عليه. فبيرد عليه ميلوداس وبيقول له ايوه قلت ده، وقلت كمان انك لو مشيت في طريق الغلط فانا والخطايا السبع هنبقى جنبك. وبيزعق فيه وبيقول له انا هرجعك لعقلك يا ارثر. هنا ارثر بيقعد يضحك شويه وبيقول له ترجعني لعقلي؟ بس اللي ما تعرفوش ان فعلا رجعت لعقلي. وبيدوا له نظره مرعبه كده وبيقول له ان عالم بيتعايش فيه البشر مع العشائر التانية ده حلم فارغ، فعشان كده انا هرجع العالم ده لايادي بشريه. هنا تريستيان بيحاول يفهم ميليوداس انه هيعرف يقضي على ارثر بنفسه، بس ميليوداس بيطنشه وبيطلب منه انه يفضل هنا، وحرفيا في جزء من الثانيه بيختفي من قدامه وبيبقى في وش ارثر انها عظمه تنين ميليوداس، وبهجوم كاسح من عالم موازي على ارثر بيمحي وجود المكان اللي واقف على السلام. الواحد بيحن يا جدعان، الواحد متحمس كده لميليوداس. المهم بس ارثر ما بيحصلوش اي حاجه وبيحتدم قتال ما بينهم قوي وخارق جدا. بنشوف ميليوداس وهو بيواجه تلويحات خارقه السرعه بسيف الصدمه ان من قوتها المدمره بينفجر جبل خارج المنطقه حرفيا تحت صدمه بريسيفال وكل الموجودين من هذه القوه الجباره، وبيؤمر ديروفيس من كل الموجودين انهم يتراجعوا فورا لان القتال هيوصل لمستويات مرعبه. وفي اللحظه دي بنشوف تريستيان وهو بيستخدم قوته وبسرعه كبيره بيتدخل في القتال وبيهجم على ارثر. ميليوداس بينصدم من تصرفات ابنه وبيحاول انه يخليه يبعد من هنا، لكن تريستيان بيطنشه وبيزعق فيه وبيدخل في اشتباه قوي جدا مع ارثر اللي بيقول له ما ينفعش يتكلم مع ابوك طيب بالشكل ده، وخلاص بيوجه سيفه ناحيه رقبته، بس بيجي ميليوداس وبينقذ تريستيان على اخر لحظه وبيبعده. هنا ميليوداس بيدخل في الجد وبيستخدم قوته الظلاميه هو كمان، وبيستخدم تقنيه تريليون ظلام وبيطلقها على ارثر اللي بيكون في حاله صدمه من قوه ميليوداس الظلاميه التي لا تصدق، وبيديله ميليوداس ضربه قويه جدا بيفشخه في الارض. والصدمه ان ارثر بيكون جنب بريسيفال اللي بيرتعش من وجوده وبيقرر انه يقتله، ولكن بيوعينا سينس انه لو عمل كده فهتكون نهايته لا محاله. وبنروح لميليوداس اللي بيطمن على ابنه تريستيان اللي بيرد عليه كل غضب وبيقول له انه ما كانش محتاج لمساعدته. تريستيان بيكون متضايق لانه شايف ان ميليوداس بيعامله على انه طفل، وفي الكلام ده بيكلمه ميليوداس مش بيقدر يتحمل نهائي وبيجن جنونه. تريستيان خلاص اتجنن، وهنا بنشوف ارثر بيبدا يتكلم ويقول انت مجرد طفل وكل اللي بتعمله في المعركه دي هو انك بتعيق والدك وبس. تريستيان بيستغرب من كلامه بس بيصدمه وبيقول له لو كنت بعيد عن القتال كان ممكن اخسر انا وما كانش والدك هيضرر نهائي. ولما بيبص على ميليوداس بنصدم انه فعلا متصاب في رقبته، وده بيصدم تريستيان بس بيفهمه ميليوداس انه بخير. فبيقول له ارثر وكمان انه نفس الامر بينطبق عليه وانه مش لازم يقلق على ابنه ويركز على القضيه الوطنيه دي. فبيتعصب ميليوداس وبيقول له ازاي اكون ملك لو ما حميتش ابني؟ فبيقول له ان المتطلبات اللي لازم تكون عند الملك هي العمل
العزيمة لحماية وطنه وشعبه، انه لازم على الملك انه يتجاهل شخصيته ومشاعره وحتى ابنه وزوجته اللي بيحبهم. هنا بيرد عليه ميليوداس وبيقول له كلامك غلط. وفي اللحظة دي بتحصل حالة جان لتريستيان، وبيجي ارسل من وراهم وهو ماسك سيفه وبيقول طالما كده يلا موت وانت بتحمي ابنك اللي بتحبه. وبوم، الصدمة انه فعلا بيهجم عليه وشكلها النهاية. ولكن بنتفاجأ بحاجة غريبة، وهي ان السيف اللي هجم بيه ارسل عليهم بيتكسر بشكل مش مفهوم. وفي اللحظة دي خلاص بيوصل تريستيان لاقصى درجات هيجانه بسبب مشاكل كتير جدا في المكان. بس فجأة بنشوف شخص وهو بيطلق تعويذة عليه وبيقول له هو انت لازم تزعجني في كل مرة. والصدمة ان التعويذة دي بيكون قوية بشكل مهول لدرجة انها بتوقف هيجان تريستيان بيكون خلاص بيقع على الارض وبيجي ينقذه ميليوداس. بالرغم من كل ده تريستيان بيكون عنده العزيمة للقتال حتى هو في الحالة دي، بس بيقول ميليوداس انه عمل اللي عليه وزيادة. وبنرجع مرة تانية للشخص اللي اتسبب في كل ده واللي فوق رؤيته ليه بينصدم لانه بيكون العملاق لانس. هنا بنشوف ارثر بينزل له بيقول له اكيد انت من فرسان النهاية مش كده؟ بس بيستغرب من حاجة وبيقول حاسس اني شفتك قبل كده. لانش بيطنش كلامه وبيسأله لو كان هو ارثر، اللي بيرد عليه بيقول له ايوه هتعمل ايه يعني. وفي اللحظة دي بيكون بريسيفال وباقي الفرسان هم مصدومين انه هيواجه ارثر لوحده وانه كل جن جنونه. ولكن الصدمة لانس بيكسر كل توقعاتهم بإشارة واحدة بيفشخ ارثر. لو مش بس كده ده كمان بيدي ارثر قبضة خارقة السرعة بيجيب اجله تماما. وبنشوف بريسيفال واللي معاه وهم بيهنجوا من الصدمة لدرجة ان دنيا يعني بتخرج من دماغه. وبيطلب لانس من ميليوداس انه يسيب له الامور وهو هيهتم بالموضوع. وظهر كده ان ميليوداس عنده ثقة عمياء في انت لها يا لانس. وبنشوف ارثر وهو بيتراجع شوية، بس بيظهر لانس بسرعة مجنونة من وراه وبيقول ايه رايح فين؟ لسه عندي كلام عاوز اخلصه معاك. وبيرزعه ركلة مدمرة في ظهره وبيطيره. ارثر بيقول له بكل استهزاء كده دي هي اول مرة نتقابل فيها، فيا ريت يعني افهم سبب كرهك ليا كده. وبيهجم عليه بالسيف بتاعه، ولكن لانس ولا هو هنا، ده بالعكس بيقعد يتريق عليه وبيقول له عجبني قوي السيف ده. فبيقول له ارثر ان السيف ده مهما اتكسر بيرجع زي ما كان ولا كأن في اي حاجة لانه اداة من ادوات الفوضى. فبيقول له لانس بجد طيب ايه رايك في ده؟ وبيفتح ايده وبننصدم انها بتكون اسنان ارثر اللي بيخرج دم من بقه. هنا ارثر بيهدى شويه وبنشوفه هو بيبدا في اطلاق قوته الحقيقيه وبيجدد نفسه. بيقول له شكلك كده هتعرف تسليني كويس جدا. هنا اول ما بيشوف لانس ان قوه الفوضى بتخليه يقدر يجدد من تاني فبيستغرب وبيقول له طالما بتقدر تعمل كده طيب ليه ما جددتش دراعك اليمين بدل الدراع الصناعيه دي؟ انا سمعت ان قط وحشي هو اللي عمل في كده. فبيرد عليه ارثر وبيقول له ده هو عقاب لنفسي على سذاجتي وضعفي. فبيقول له خلاص انا مش مهتم اصلا بالكلام ده وان دي اكيد عذري منه. فجاه بنشوف ارثر وهو بيتحرك تحركات بسرعه فائقه وبيفضل يتكلم عن الشباب ومش عارف ايه وكله مصدوم من سرعته. ولكن فجاه بنصدم ان لانس مش بيهمه وبيجيبه تحت رجليه في مشهد اقل ما يقال عنه اسطوري يا لانس. وبيقول بكل غرور وكبرياء كده معلش فكرني كده كنت بتقول ايه. طبعا بعد المشهد ده بنشوف بريسيفال وكل الموجودين بيبلموا مش مصدقين انه هزم ارثر في قتاله. بيقول بريسيفال هو ازاي مستواه يكون اعلى منه؟ هو وتريستيان كده فهموا انهم من فرسان النهايه زيهم. فبيرد عليه تريستيان وبيقول له ان ده امر طبيعي وان قدره لانس بتفوق قوته بكتير، بس بيقولوا ان قبل 6 سنين قدراتهم كانت متساويه. وبنعرف منه ان ده حصل لما تم خطف لانس من 6 سنين في مملكه بيونك من معلمته اللي اسمها جيروكو. بعدها رجع بعد 3 سنين في حاله كويسه وكأن مفيش حاجه حصلت. ومن بعدها بقى عنده قوه جسديه وسحريه مرعبه زي ما انتم شايفين. وبنعرف كمان ان لانس من ساعه ما رجع وهو رافض يحكي ايه اللي حصل بينه. وبيقول تريستيان ان قوته دلوقتي تقارن حتى مع الخطايا السبع المميته. وبنرجع للانس اللي عمال يستفز في ارثر علشان يخليه يستخدم ايده اليمين. فارثر بيتعصب وبيهجم عليه وبيبعد عنه. وبيستنتج ارثر ان قوه لانس هي قراءه الافكار اللي قدر يصد كل حركاته من قبل معلميها، وان حتى مع قوته لانس مش بيهمه بيمسك سيف ارثر اللي تحته وبيقول له معلش هستخدم ده شويه. هنا ارثر بيشعر بالخطر وعلى طول بيتراجع لورا ولانس بيكون خلاص استخدم قوته اللي بتقدر فعلا انها توصل وبتكون جباره بمعنى الكلمه. وشكلها هي دي نهايه الملك ارثر. بس فجاه السيف بيتكسر والصدمه الكبرى ان ارثر بيكون لسه حي وبيتكلم من وسط الدخان وبيقول لا 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 عجبتني. وبيرمي الايد الصناعيه وفجاه وبدون سابق انذار بيضرب لانس بشكل مش مفهوم وبيطيره لفوق. لو مش بس كده ده بتظهر كمان الايد الضخمه وبقوه ساحقه وبتفشخه في الارض. هنا ميليوداس بيتضايق وبيروح فورا عشان يوقف ارثر اللي بيهجم عليه وهو كمان بيطيره. فبيقول ميليوداس هو انت مش قلت ان دراعك اليمنى دي تحذير ليك على سذاجتك وضعفك؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ وهنا بننصدم ان ايده اليمنى بيظهر منها وحوش كتيره جدا واللي بيكونوا هم قوى الفوضى. وبيرد ارثر عليه وبيقول له انه ما رجعش في كلامه ولا حاجه وان الفوضى ظهرت لا شعوريا منه عشان تحميه لان موته مضيفه بيعني موتها كمان، وانهم ما لهمش علاقه باراده الحاجه بمعنى انها حاجه كده زي الاراده بدون اراده. وبيقول علشان كده حتى لانس نفسه مش هيعرف يتعامل معاه. فبيقول ميليوداس انه كان لازم عليه يشيل الفوضى من الاول. وبيكون كل الموجودين في حاله هلع من قوه الفوضى اللي ماليه المكان كله. وهنا بنتفاجئ بلانس بيجي من ورا ارثر وكانه ما حصلوش اي حاجه من الهجوم الاخير وبيقول اخيرا هناخد الموضوع بجديه. فبيتفاجئ ارثر انه لسه
عايشه وبيقول له ايه لسه ما عرفتش الفرق بيننا ولا ايه؟ فبيقول له الظاهر كده ان انت اللي لسه ما تعرفش الفرق بيننا. وبتشوفه هو بيعمل شويه حركات كده والصدمه انه من بعدها قوته بتنفجر انفجار بشكل بقول ولا يمكن تخيله. حرفيا تحت صدمه كل الموجودين، حتى ارثر نفسه من القوه التي لا تصدق. بس في اللحظه دي بنتفاجئ بظهور سفينه بتطير في السماء، واللي بنصدم انه بيكون على متنها كل فرسان الفوضى الخاصين بكاميلو ومعاهم ايرون ساي اللي بيقول للملك ارثر مش كفايه لعبه بقى ولا ايه؟ وبيحاول يفهموا ان الوضع هيزيد خطوره لو استمر على كده. وهن ارثر فعلا بيفهم الكلام، بيقول انه في نفسه انه بيشرب عضوان قوي جاي من دافلاير وبيوتك وغابه ملك الجان. وهنا بيقصد غوصر وبان وكينج وديان اللي من الخطايا السبعه. وفي اللحظه دي بيكون السكان لسه متاثرين بكلام ارثر وبيكونوا عاوزين يروحوا كاملوا نظرا اللي قاله ارثر، نظرا للي قاله ارثر. بس هنا بتزعق فيهم ان وبتفهمهم ان كان بيخدعهم، وفوق كل ده هم اللي هاجموا المملكه. وبعد ما انه صيد بيخلص كلام بنشوف ارثر وهو بيساله عمل ايه في المهمه اللي وكلوا بيها، فبيطمنوا ايرون سايد وبيقول له لو ده اللي كان بيهمه فانا فعلا لبيت لك طلبك. ان ارثر بيبتسم ولسه هيتكلم وهيقول انه خلاص هيرجع لكاميلوت، وبناخد الصدمه وهي ان لانسي بيخترق جسده بايده في مشهد يكتم الانفاس. بس الغريب اننا بنشوف ايرون سايد بيكمل كلامه عادي وبيقول له يلا ارجع بدون تاخير. وبيقول كمان لمليودس انه هيشوفه قريب. وبنتفاجئ ان ارثر مش بيحصل له اي حاجه، ان هجوم لانسي عليه وبيختفي. بيقول انه لقى حاجه مثيره للاهتمام، وانه بفضله تغير دراكو عن فرسان النهايه اللي كان بيعتبرهم توابل لحياته الممله مش اكتر. وبيختفي تماما هو والسفينه وبيقول لهم انه من دلوقتي بيعلن الحرب رسميا، واللي هتكون بوابه لمطارده جميع فرسان النهايه والقضاء عليهم. وبعد الانتهاء من هذه المعركه الملحميه بيروح بريسفل واصحابه لقصر الملك علشان يرتاح. وبيكون بريسفل مصدق انه قاعد على السرير وعمال يتنطط عليه، وكل واحد فيهم هياخد غرفه علشان يرتاح فيها. وبنشوف انو وبريسفل وهم بيزعقوا ببعض على مين هياخد الغرفه دي. وبيقول لها بريسفل وهو فرحان كده انه هيتعمل لهم ملابس جديده غير ملابسهم القديمه اللي اتقطعت دي. هنا ان بتجيب اخرها وبتطلب منه ينزل على السرير والا هتشلوحه. هنا بيلاحظ دوني وناسينس انفعالها الغير معتاد وبيسالوها عن لو في حاجه شغلها ولا ايه. وفعلا هي بترد وهي زعلانه ان كل الموضوع هو ان الفرسان المقدسين خاطروا بحياتهم علشان يحموا المدينه، لكن في المقابل اهل المدينه كل همهم هو انهم يروحوا لاراضي كاميلو، وده طبعا بعد اللي عمله ارثر. وبتقول كمان ايوه ممكن ما تكونش متصوره كاميلو دي عامله ازاي، بس ان حد يقول كلام اناني زي ده بيسيبها بالكآبه. وهنا بيتدخل دوني وبيقول ان رغم ده فلازم برضو على الفرسان انهم يحموا الناس حتى لو كان اللي بيحموهم دول بيتهموهم او بيرموهم بالحجاره. بس فجاه بنشوف ان بتديله مقصيه بتجيب اجله فيها لانها شايفاه متعجرف. ولكن مره واحده بنشوف بريسفل فجاه بيقول لها انه نوعا ما فاهم اللي هي حاسه بيه واللي حاسين بيه اهل القريه. ولما بيسالوه عن قصده ايه فبيقول لهم مش اذا كان الملك ارثر اوهمهم ولا حقيقي، بس ممكن يكونوا متاكد من ان شاف جده. وبيقول كمان انه مش عارف ايه هي كاميلوت دي اصلا ولا حتى عنده فكره، وانهم ما يعرفوش اي حاجه عن الملك ارثر ده. وبيكون متضايق انه ما قدرش يقاتل لا ضد ارثر او حتى وحوش ماغيلان، وانه ما قدمش اي مساعده. وبنشوف صحابه وهم بيحاولوا يواسوه وبيقولوا له انه فعلا كلمه وحوش ما تجيش حاجه جنب الاتنين دول، بس بريسفل قاتل كويس وانه لولا سحره زمانه كانوا مصابين جدا دلوقتي. وطبعا بما ان بريسفل دماغه عامله حبايه بطاطس بيعجبه الكلام وبيفرح وبيقول ان الكل كانوا اقوياء في المعركه زي غاون وتريستيان ولانس ومليودس. وفعلا بيشاركوا دوني نفس الشعور وان من قوه المعركه كان هيعملها على نفسه. وهنا بتقول لهم ان كلامهم ده غبي جدا، بس بتتصدم شويه اول ما بتستوعب ان بريسفل قال اسم مليودس. وبتفضل تصحى وبتقول انت قصدك على مليودس ملك ليونيس وقائد الخطايا السبع؟ انت اكيد بتهزر، ده عامله زينا يا صديقي كده لما مستنيينه يطلع في الانمي. وطبعا بتعمل كده لان احد احلامها هو انها تشوفه بعد ما سمعت الانجازات الخرافيه اللي عملها. ولما بيحاولوا انه يقول لهم انه كان في المعركه مش بيصدقوه، بس بيقرروا يعرفوا ده بكره. وفي اللحظه دي بنشوف لانس وهو بيتكلم مع البنت اللي شفناها مع اليزابيث، وبيعرف منها ان التضحيات في المعركه دي كانت 2 من الفرسان المقدسين و3 عمالقه و7 جنيات وساجين حرب. والبنت اللي بالمناسبه اسمها سيتس بتقول له انهم كانوا هيقدروا يوقفوا التضحيات ضد ميلا وغلان والملك ارثر. وبنتفاجئ انهم بيكونوا في نفس المكان اللي اتقتل فيه ميلا وغلان. وبتكون سيتس متفاجئه ان الفوضى زرعت ذكريات مزيفه وتلاعبت بيهم واتهزموا للمره الثانيه. ولما بيسالها لانس عن هي ازاي بتصلي علشان 2 قتلوا 12 فبتقول له انها مش بتصلي وانها بتشفق عليهم مش اكتر. وبتثني عليه انه قدر يكون ند للملك ارثر لا بل كان ماسح به الارض كمان. بس فجاه بتقول له كمان للاسف النتيجه كانت هروب القاتل وقتل السجين، وان ده خطأ
خطأ فادح بالنسبة للانس، وهنا بيكون قصدها على معلمته اللي شفناها قبل كده لما قتلت السجين وهربت. فبيرد عليها لانس وبيقول لها بسبب اني كنت عايز ارفع القيود السحرية اللي انت حطيتها، فما كانش عندي خيار، وعلشان الدنيا ما تتوهش مننا ونفهم الدنيا، فالاسير ده بيكون تابع لكاميلوت. وارثر بعت معلمته لانس دي علشان تقتل الاسير عشان ما يقولش اي معلومات خاصة بكاميلوت. ولما بتسأله عن اذا كان عنده فكرة عن مدى الضرر اللي هيواجهوه بعد فقدانه لاسير الحرب ده ولسه هيجاوبها لانس ايوه، فبتقول له ان لا ما يعرفش، وانهم فقدوا الحاجة اللي ممكن بيها كانوا يقدروا يدخلوا بيها كاميلوت. هنا بيتضايق منها لانس لانها مش عارفة هو حاسس بايه، فبتقول له هي كمان انها مش عارفة ايه هو شعوره، وبتقرر تسيبه. وهي بتقول انه يبرد راسه في نسيم الليل ده. وفعلا بتمشي. في اللحظة دي بنشوف لانس وهو بيفكر في معلمته لما قالت له انها بتحبه، وهو ما كانش عارف يقول لها ايه وقتها، وان كل اللي حاسس بيه تجاهها انها اخته الكبيرة، وانه ملوش في الحب، بس بيفتكر في البنت الغريبة اللي ظهرت لما كان بيبحث عن غوين، وبيبتسم وبيفتكر لما قالت له انها بتحبه وعارفة كل حاجة عنه، وعارفة كمان عن اللي حصل معاه في البحيرة لما كان مع معلمته وقالت له انها هتشوفه مرة تانية بكرة. وفي نفس الوقت ده بقى بنشوف تريستيان وهو عمال يتدرب بجهد كبير رغم ان الوقت متأخر، وبيكون معاه جايد وشيو، واحد فيهم بيشجعه انه يكمل تدريب والتاني متضايق انه بيتدرب في نص الليل، والسمح للغضب يسيطر عليه. وبيكون جايد شايف ان لانس قتاله كان جامد بين شيون، بينما شيون شايف ان تريستيان قتاله كان احلى. وبنعرف ان سبب تدريب تريستيان هو انه يكون شايف ان والده خايف عليه زياده وانه بيعامله كطفل، لا ده كمان بيثق في لانس اكتر منه، وبيكون متضايق جدا وحاسس انه ملوش اي لازمه. ونشوف غوين وهي خايفه من كلام عمها ارثر لما قال لها انها هربت بدون اذن والدها، وهو كده زعلان منها. وبنشوف بعد كده لانس وهو بيخبط على بريسيفال وصاحبه بيقول لهم انه عارف ان الوقت متاخر، بس بيعرض عليهم لو كانوا عايزين ياكلوا مع بعض هم الخمسه، وانه بيعرف مطعم جامد يفضل يفتح متاخر. واول ما بيدخل بيتفاجئ وبيقول هو مبتسم شكل كده هاجل الموضوع ده لبكره. وبنشوف انهم بيكونوا نايمين في سابع نوم مع بعض، بس اكتر حاجه شدتني هو بريسيفال اللي خانق دوني برجليه. وفعلا بيقابلوا الحراس اللي بيقولوا لهم ان دي هتكون هي غرفه الاستقبال. بريسيفال فارس النبوءه هو بينبهر بريسيفال وبيقول ده الميليوداس طلع هو فعلا الملك. واول ما بيقول كده بيضايق منه دوني والحراس انه بينتهي الملك بدون اي القاب. المهم بيسمحوا ليهم بالدخول، وبيلاقوا في وشهم عرش الملك وعرش الملكه، وبيكون واضح على دوني وناسينس وآن علامات التوتر. وبيقول بريسيفال لآن انها خلاص هتقابل ميليوداس زي ما كانت بتحلم، ولما بيلاقيها سرحانه فبيزعق بيخليها تنخض وبتقول له انها فعلا مبسوطه. وبيكون مستغرب بريسيفال ان هم الثلاثه بيتصرفوا بالشكل المضحك ده. بس في اللحظه دي بنشوف الملكه اليزابيث وهي داخله عليهم، ولانهم ما يعرفوهاش فبتبدا ست تقدمها ليهم بانها الملكه. بس بنشوف ان من شده جمالها بيكون بريسيفال واصحابه معجبين جدا بيها لدرجه ان دوني بيتعمي من جمالها. وبتبدا اليزابيث وبتقول لهم انها سمعت عن قد ايه هم قاتلوا علشان المملكه وشعبها، فعشان كده هي بتشكرهم وممتنه ليهم. فبيفهموها ان ده ولا حاجه. بس بتشوف آن وهي بتسالها عن هو فين الملك، وفجاه بنسمع صوته بيقول لهم انه هنا. والصدمه ان ابن المجنونه ده بيكون متشعبط في ظهر اليزابيث زي القرد، وده بيصدم كل الموجودين ما عدا بريسيفال طبعا. وهنا بنشوف انفعال آن وبتقول انا معرفش مين، بس ابعد عن الملكه يا حته حشره. بس بريسيفال بيطنش كل ده وبيقول ما كنتش فاكر ان فعلا الملك. فبيقول له ميليوداس عيب عليك، انت فاكرني ايه ولا ايه؟ انت فاكرني اي حد ولا ايه؟ بينما بنشوف آن في اوج غضبها ومش مصدقه ان القزم ده بيكون الملك، وناسينس بيكون فاكر انه اخ تريستيان الصغير. بس هنا بتصدمهم اليزابيث وبتقول الحقيقه بانه زوجها ميليوداس، وده طبعا صدمه كبيره بالنسبه لهم. وبيقول لهم انا هو اب تريستيان، اخشع يلا منك ليه. وهنا بنعرف ان تفكير انا عن ميليوداس كان حاجه واللي شافته حاجه تانية، وبكده يكون تم تدمير احد احلامها. وبعد انتهاء التعارف بيقول ميليوداس انهم يدخلوا في الموضوع الاساسي واللي عشان كده اتعملت فيه اللمه، وبينده على دوني وناسينس وآن وبيقول لهم ان لانس قال على كل جهودهم اللي عملوها، فبيشكرهم على كل حاجه وعلى عملهم في انهم يدعموا بريسيفال لحد ما جه هنا. وبنشوف فجاه الجو بيبقى عباره عن توتر في المكان، وبيقول لهم انهم ما عملوش حاجه تستحق ده. وبيتكلم بريسيفال عن قد ايه هو ساعدوه، ولسه هيبص عليهم بيلاقيهم بيتصرفوا بشكل غريب وبيسالهم عن السبب. فجاه بنشوف ميليوداس بيقول لهم انه عارف ان اللي هيقوله ده صعب، وبيسالوا لو كانوا جاهزين للوداع ولا لا. انا بيستغرب بريسيفال وبيقول له انت تقصد ايه؟ وبنشوف علامات الحزن على انه هي بتقول ان فارس نهايه تم التنبؤ به بس احنا مش كده. وبيكمل كمان ناسينسو بيقول له انهم حتى مش فرسان مقدسين، وانه محتاج شخص قوي زيه علشان يقاتل جنبه على عكسهم. بيحاول دوني يفهمه انهم مش عاوزين يكونوا عائق ليه. هنا بينفعل بريسيفال عليهم وبيصرخ بطريقه هستيريه ان طالما كده فهو برضه ضعيف، وان المعركه كان عديم الفايده لدرجه انه كان عائق. وبينغمر في البكاء وبيقول لهم ان السبب الوحيد اللي خلاه يوصل لهنا هو انهم كانوا معاه. وبيحاول بريسيفال يقنعهم انهم يفضلوا فريق زي ما كانوا يفضلوا مع بعض دايما. هنا دوني ما بيقدرش يتحمل طريق كلامه وبيرميه على الارض وبيفهمه وبيقول له انت لازم تنقذ العالم من دلوقتي، وان فكره انهم فريق او اصدقاء دي مجرد نكته. وبينهمر في البكاء هو كمان وبيقول انه مش هيحصل وان خلاص كلامه انتهى. وبيقول له كمان ناسينس انه كان عاوز يسافر
يتظاهر معاه ولكنه مش هيقدر، وبيلاقي ان هي كمان بتحاول تقسم له انها تكون فارسه مقدسه تحلق بيه وتطلب منه يستناها، وبريسيفال خلاص ما لقاش رد عنده غير انه يبكي من شده الموقف. بس في اللحظه دي بنتفاجئ وبيقول انهم لحظه انتوا فهمتوا الموضوع غلط ولا ايه؟ هنا ان بتنفعل عليه بشماته وبتشتمه وبتقول له غلط ايه يا ابن الجزمه. بس اول ما بتقول الكلام ده بتشوف فجاه ميليوداس بيطلب من اليزابيث انها تناوله السيف، وهو بيسحبه ويبص على ان بصه كده وبيأمرها انها ترقع قدامه. هنا دوني وناسينسي بيتصدموا وبيكونوا فاكرين انهم هيعاقبهم، وان بتعتذر ليه عن وقاحتها، بس فجاه بتلاقيه اصلا حط السيف على كتفها وبيعينها شرف انها تكون فارسه مقدسه، وده بيخليهم كلهم متفاجئين. وبنشوف نفس الامر بيحصل مع دوني وناسينس، وبيحطوا ايده على كتف بريسيفال وبيقول له انه من النهارده هيستمروا في مساعده بريسيفال. بس لما بتساله ان بس هو قال ان ده هو وقت الوداع، فبيرد عليها وبيقول لها انه كان قصده انهم يودعوا حياتهم الطبيعيه ويحطوا حد للحرب مع كاميلوت، وده طبعا بيخليهم متضايقين. وبيقول لهم كمان انا اسف اني خليت اطفال زيكم تحمل مصير العالم، بس بيترجاهم انهم يمدوا بقوتهم علشان يحموا بريطانيا. ان كل واحد فيهم بيمسح دموعه وبيوعدوه بده. شوف انا وبريسيفال ودوني وناسينس وهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض دليل التعاون مع بعض باسم فيلق بريسيفال. هنا بيدخل ميليوداس وبيقول لهم خلاص خلصتوا رغي، يلا بقى علشان الباقيين منتظرينكم. وبيبدا ياخدهم على الغرفه اللي هم فيها، وبنشوف رائحه الطبخ بتطلع من الغرفه وبيدخل عليهم ميليوداس وهو بيتاسف لهم على التاخير وبيقول لهم انهم خلاص عينهم كفرسان مقدسين. وبنشوف تريستيانو والباقيين هم بيستقبلوهم وشكلهم كده مجهزين اجتماع، بينما بريسيفال مش بيهمه كل ده واهم حاجه عنده فين الاكل. بس بيستغرب ان غاوين مش قاعد، فبيلاقيها قاعده على رجلين ايسولد وبتقول له بتكبر كده انا هنا يا اعمى البصر. واول واحده وصلت هنا وبتكون ايسولد مستغربه ان البنت الصغيره دي هي فارسه نهايه برضه، وبتقول لها غاوين انت نسيتي ليه ولا يا بنت الجزمن. ولما بيحاول شيون انه يستفزها فبيتولع في شعره وبتخليه يصرخ بشكل كوميدي. بس بتيجي الست وبتقول لهم خفوا شوشره يا ولاد المجانين، إيه انتوا مش ملاحظين اننا الصبح ولا ايه؟ وبيبدا ميليوداس يعرفهم عليها وبتقول انها الساحره الخاصه بزوجته اليزابيث والافضل في اليونيس. فبتقول له فكك من الهري ده وخلينا نبدا اللي جينا عشان. وتعاملها ده بيخلي دوني وناسينسي يستغربوا. المهم بيبدا ميليوداس يدخل في الموضوع وبيقول لهم ان فرسان النهايه النوال قدر لهم ان يقضوا على العالم بيدعوا فارس المجاعه غاوين، وفارس الحرب لانس، وفارس الطاعون تريستيان، واخيرا فارس الموت بريسيفال. ولما بيعترف بريسيفال وغاوين انهم يدمروا العالم، ميليوداس بيوضح لهم ان المقصد بتدمير العالم هو تدمير كاميلوت اللي بناها الملك ارثر. فبيفهموا اخيرا قصده ان بريسيفال وباقي فرسان النهايه هم اللي هينقذوا بريطانيا. ولما بيسال بريسيفال ميليوداس على ليه لقب هو فارس الموت، فبيرد عليه بيقول ان دي الطريقه اللي بيشوفك بيه الطرف الثاني اللي هو العدو يعني. وبيقول لهم كمان رغم ده انت هو الشخص اللي هيجلب الامل لبريطانيا. وبريسيفال بيعاتب لانس انه ما قالش الكلام ده في البدايه، فلانس بيضحك ضحكه خبز كده وهو بيقول انا ما قلتش ولا ايه. ولكن وفجاه بنشوف ان وهي بتقول لهم انها مش شايفه اي سبب يخليهم يحاربوا كاميلوت، وان هي اصلا كانت المملكه اللي تم تدميرها من 16 سنه. فبتجاوبها سيتس وبتقول لها ان فعلا عندها حق، وان كاميلوت القديمه ما بقتش موجوده في اي مكان، بس الملك ارثر استعمل قوه الفوضى لصنع كاميلوت جديده في بعد اخر زي مملكه الجنيات ومملكه الشياطين. ونظرا لصعوبه التسلل اللي هناك فما زالوش مش مدركين اصلا الصوره الكامله للعالم ده. وبترد على سؤالها بخصوص هو ايه اللي هم بيقاتلوا علشانه، فبتقول لها الحقيقه حتى احنا مش عارفين، لان هم اللي هيبداوا الحرب وكل ده هو تكهناتها كساحره، وان ممكن ده يكون بسبب ان في ثمن يدفعوا علشان يحافظوا على كاميلوت. ولما ما بيكونش بريسيفال فاهم بشكل كويس فبتقول له خلاص هخليك تشوف بنفسك علشان تفهم اكتر. وفجاه بنشوفها بتقلبهم لمكان غريب وطبعا بيكونوا مستغربين، بس لما بتطلب منهم انهم يبصوا تحتهم بيشوفوا صدمه بكل ما تعنيه الكلمه، وهي ارض عباره عن سواد كاحل. وبيقول لهم ميليوداس ان دي هي حقيقه كاميلوت وبسبب محاربتهم للملك ارثر. وبيكون بريسيفال مستغرب ان الجبال والاراضي وكل حاجه مختفيه كليا، فبتقول له سيتس ان الجبل ده كان مليان بالمواد الخام عاليه الجوده، ده غير انه كان محاط بالغابات الخصبه والبحيرات ونعم لا تعد ولا تحصى. هنا بريسيفال في حال الصدمه من ان ارثر عمل كل ده، وبيقول ميليوداس ان تقريبا كده كل ما ارثر بيصنع حاجه في كاميلوت بتختفي حاجه من العالم ده. ولما بيساله بريسيفال هو عارف الكلام ده منين، فبيقول له انه سمع من مصدر موثوق منه وده اللي مخليه متاكد. فبيقول له تريستيان انه على طول بيتساءل عن هو مين المصدر ده. هنا ميليوداس بيدي نظره لبريسيفال وبيقول له انه جده فرغاس هو الفارس المقدس اللي خدم ارثر باخلاص. وهنا الصدمه على وش بريسيفال وباقي الموجودين لا تصدق حرفيا، وان جد بريسيفال هو اللي سرب المعلومات لليونيس. ولما بيسال شيون ميليوداس هل فعلا هو صدق كلام عدوه فبيصدمه ميليوداس وبيقول له ولسه بيعمل كده برضه. فبيساله بريسيفال هو امتى جده كلمه بالظبط، فبيقول له ان ده بعد انتهاء الحرب المقدسه بفتره، وان جده كان خايم وطلب مساعدته لما كان بيتم مطاردته وكان بريسيفال لسه رضيع وقتها. وده بيعني ان بريسيفال تم ولادته في كاميلوت، وبسبب خيانه جده دي هي بعد تغير ارثر بعد امتلاكه القوه الفوضى، وكان بيحاول انه يرجع لطبيعته. وفعلا
وفعلا صدق مليوداس كلماته لدرجه انه اعطاه ميداليه رمز للصداقه ونحت نجمتين على خوذته كرمز على الثقه والتعاون. فبيفهم بريسيفال ان الحاجات دي هي اللي مليوداس اداها لجده. ولما شاف مليوداس ان فرغاس وحيد فطلب منه انه يعتني ببريسيفال، بس تاسف له وقال له انه هيحمي بريسيفال حتى ولو كان الثمن هو حياته، وهيدربه علشان يكون شخص سليم وعطوف القلب. وبيقول كمان مليوداس جدك فعلا حافظ على الوعد، واول ما شفتك عرفت انه عمل كده. هنا بريسيفال بعد سماعه للقصه دي بتتملي عينيه بالدموع وبيبكي، واغلب الموجودين بيكونوا في صدمه ان تم ولاده بريسيفال في كاميلوت. بس ده مش بيهمهم لانه هيفضل صديقهم. مفاجاه بنشوف بريسيفال وهو بيزعق وبيقول لمليوداس بحماس انهم لازم يسرعوا ويروحوا لكاميلوت وانهم لازم يهزموا ارثر. وبنشوف سيتس وهي بتقول لهم ان الملك السابق تنبأ بنبوءه بان هيجتمع فرسان النبوءه ضد قاتل من الفوضى ونصل الخاين، بس الامل هيتخطف مره تانية. وبتقول لهم ان فعلا اجتمع فرسان النبوءه بس املنا ضاع وان الطريق لكاميلوت مغلق. هنا كلهم بينصدموا لما بيسالوا هي تقصد ايه، فبتقول لهم ان دي نبوءه يعني مجرد تلميحات لمستقبل غامض، وانها مش مهاره قويه تقدر تشوف المستقبل بدقه. وبتقول لهم كمان اثناء المعركه اللي فاتت كنا فاكرين ان اهدافهم الملك السابق لتنبؤاته، ولكن طلع هدفهم هو الاسير اللي قتلته جيروكو. ولما بتسال عن ايه علاقه السجين ده بفقدان الامل بتاع الحرب، فبيرد مليوداس وبيقول ان بيتم منح فرسان الفوضى علامه من ارثر وبتكون مرتبطه بجسد الفارس ده، وبنعرف ان العلامه دي تم تصميمها علشان تفتح الباب اللي بيربط العالم بكاميلوت. بمعنى ادق ان بفقدانهم السجين ده فما فيش شخص يربطهم بكاميلوت دلوقتي. ولما بيغضب دوني وبيقول هو انت ليه ما دخلتش لكاميلوت من الاول، ما كنتش لازم تستنى بريسيفال وفرسان النهايه لان عندك اكبر فرصه للفوز اصلا لانك الاقوى. ولما بيسال بريسيفال مليوداس عن اذا كان في سبب بيمنعه، فبيرد عليه وبيقول انه حتى ما يقدرش يدخل هناك حتى لانه اصلا شيطان. وده طبعا بيصدم اغلب الموجودين، فبيسالوا عن ليه الشياطين ما ينفعش تروح لهناك، فبيجاوبوا سيتسو بتقول ان عشيره الشياطين والجنيات والملوك والعمالقه هم غير بشريين، وان في حاجز في كاميلوت بيمنع اي واحد من العشائر الاربعه انها تدخل لهناك. فبيقول لهم مليوداس ان علشان كده تم تكليف المهمه دي للفرسان النبوءه الاربعه، ولكن شكل كده تريستيان ولانس مش هيقدروا يدخلوا لانهم نصف بشريين. وبتفضل تتكلم سيتس عن قوه الحاجز، ولكن بيقاطعها مليوداس وان مفيش فايده من الكلام ده، وان كل اللي بيهم دلوقتي يقبضوا على فارس فوضى تاني ويدخلوا لهناك. وكله بيعجبه قوه ملاحظه مليوداس، ولكن هيلاقوا فارس فوضى فين دلوقتي، والكل بيكون مش عارف يعملوا ايه ومقفله من كل حته. وبينما الجميع محتار ومش عارف يعمل ايه، بيجي بريسيفال وبيقول لهم بابتسامه كده ايه رايكم في اننا نروح مغامره مشوقه. هنا الكل بيستغرب منه ولكن بينبسطوا بيه وبيقولوا ايوه الواد ده بيستعجل على ضرب ابوه. والملك ارثر بس كمان عاوز يسافر ويشوف الاماكن الجامده في بريطانيا، ومحدش بيستغرب لان دي هي طبيعه بريسيفال. وفعلا كلهم بيتحمسوا، وبيقول مليوداس ان زي ما قال تقرير غوسر بريسيفال هو الشخص اللي ممكن يجيب الامل ليهم، يمكن عشان غبي يا صديقي ما بيحسبهاش بقى بتيجي معاه في البرتقال. وبعد كده بنشوف انا وبريسيفال وهم بيجيبوا اكل من مطعم حلويات وعمالين ياكلوا زي المفاجيع، وبيكونوا مبسوطين جدا بالحلويات دي لدرجه ان بريسيفال من جمدانها بيقعد يحلل هي ايه مكوناتها. وبتقول ان بريسيفال وهم ماشيين انه يفضل يفكر الحلويات دي علشان يبقوا يجيبوا منها كتير. ولما بتساله عن ناسينس ودوني فبيقول لنا ناسينس في صيدليه هندروكسين، اما دوني فهو عند جده بعد ما غاب عنه فتره. ولما بيسالها عن ليه هي ما قالتش لابوها وامها انها بقت فارسه مقدسه وحققت حلمها، فبتقول ان دي هي المشكله لانها قالوا لها تيجي للبيت بعد ما تخلص مهمتها. ولما بيكون بريسيفال متحمس انه يروح المغامره اللي قال لها عليها النهارده قبل بكره، فبيعرف من ان مليوداس اجل الموضوع لبكره لحد ما بيتم اعاده ملابسهم الجديده. بس فجاه بتقول له انها مستغربه ان ملك العالم البشري هو نفسه ملك الشياطين اللي قاتلوا البشر. ولما بيقول لها بريسيفال ان مليوداس شخص كويس وانه قتل في جانب البشر في الحرب المقدسه، فبيكون لسه عندها شك وبتقول له انه ممكن يكون فعلا عمل كده، بس هي ليه مصدومه وده غير شكله اللي كان في قائمه المطلوبين. فهنا بيسالها بريسيفال وبيقول طالما كده طيب لو تحولت لكائن غير بشري في يوم من الايام هتكرهيني؟ هنا قام بتسكت شويه وبتقول له انه شكله نسي هي قالت له ايه قبل كده، وهي انه مهما حصل ومهما حصل له فهي هتفضل معاه. هنا بريسيفال بيفرح جدا بكلامها لدرجه انه بيحضنها، وده بيخلي ان تحس بالاحراج. ولكن الصدمه ان ناسينس هو ماشي في طريقهم بيشوف مشاكله شكله كده فاهم الموضوع غلط تماما. وبعد كده بتشوف غاوين اللي شكلها في هيئتها الضخم، وبتكلم ايسولد عن جمال ليونيس وان المكان اللي هي اتولدت فيه جميل كمان ومش عارف ايه وكلام زي كده. بس بنتفاجئ انها في هيئتها الصغيره وبتعمل تصرفات غريبه، وبيكون معاهم تريستيان. ولما بتطمن ايسولد عن حالته الصحيه فبيقول لها ان معرفته بانه من نسل الشياطين فدي حاجه صدمته، وهو حاسس انه متضايق. وفجاه بتزعق فيه وبتطلب منه انه يوقف التهور اللي بيعمله ده بتحوله لشيطان اثناء المعركه، وانه خايف ان هيئته العاديه ما ترجعش تاني. فبيتاسف لها وبيقول لها انه لما الوحش صابها ما قدرش يسيطر على نفسه. ولما بتقول له انهم اصدقاء موجودين علشان يحموا وانه يبطل يخاطر بنفسه علشان مره تانيه، فبيبتسم كده وبيشكرها ولكنه بيرفض بادب. ده طبعا بيخليها تستغرب، فبيقول لها انهم شركاء مع كلهم مع بعض، وبيحكي لها قصه كده وبيقول لها انت اكيد عارفه الابطال اللي كانت اعراقهم واماكن ولادتهم
ولادتهم وشخصياتهم مختلفة، ولكن بالرغم من ده اتغلبوا على اي عاقبة هم واجهوها. وهنا قصده على الابطال دول هم الخطايا السبع المميتة، وانه دايما نفسه يكون واحد زيهم ويساعد صحابه. هنا ايسولد بتهنج شوية وفجأة بترجع له بتقول له انها هتعمل زي ما هو عاوز، وبتكون مبسوطة شوية ولانه بيعتبرها من بين كل الناس صديق مهم ليه، وانه طالما هي قادرة تكرس حياتها علشان تحميه فهي مش عاوزة حاجة تانية. بس في نفس الوقت بتكون زعلانة انها مش فاهمة مشاعره اتجاهها. بس وهي راقعة كده تريستيان بيفتكر حاجة وبيروح عندها وبنتفاجئ انه بيلبسها شريط على راسها زي اللي كان معاها واتقطع في المعركة، وبيستلمها تريستيان وبيعرفها ان ده شريط جديد وانه بيناسبها جدا وانها حلوة جدا بيه. هنا ايسولد بتتكسف جدا وفجأة بتتدخل غوين قاطعة اللحظات الممتعة وبتقول اشمعنى هي بقى، هات له واحدة من الياقوت. ولما بتلاحظ ان ايسولد بتحاول توصل مشاعرها لتريستيان اللي فاهم، فبتعمل حركة ذكية وبتقول لهم انها تروح تنام وتسيبهم يتكلموا عن الحب والرومانسية والكلام الفاضي ده بتاعهم. هنا بيتكسفوا هما الاثنين ومش عارفين يقولوا لها ايه. وبنشوف بعد كده لانس وهو في احدى الاماكن مش عارف نفسه بيعمل ايه اصلا، وبيكون عمال يفكر في البت اللي ظهرت له قبل كده بس مش عارف مكانها ولا ازاي هيتقابلوا تاني اصلا. بس ده مش بيلحق يخلص تفكير وبيلاقيها وراه وبتنده باسمه وبتفضل متشعبطه فيه وبتقول له انها سعيده انه جه علشان يشوفها. ولما بيسالها ان كانت هي عارفه انه جاي هنا عشانها ولا لا، لو كان قابل غوين فبيقول لها ايوه. بتساله كمان لو قابل معلمته فبيقول لها برضه ايوه. ان لانس هيتجنن وبيسالها هي مين بالظبط، فبتقول له انها زي ما قالت له قبل كده انها حبيبته المستقبليه. فبيحرج وبيقول لها انه حاسس انه شافها قبل كده، والصدمه ان اثناء ما هما ماشيين بيكون في شخص مريب وراهم وبيراقبهم. المهم بنشوفها بعد كده وهي بتاخده معاها البيت وبتضيفه وبتقول وهي بتغير ملابسها في الاوضه الثانيه انها جت لليونيس امبارح مع مرافقتها الشخصيه اللي بتكون بره حاليا. بينما لانس كل اللي مضايقه هو ان الكنبه مش مريحه في القعده، وفجاه بيزعق فيها وبيقول لها مش حابه تغيير الملابس دلوقتي. بس فجاه بيهنج وده لانها غيرت ملابسها بالكامل وتقول له ايه رايك في اللبس ده جامد مش كده. ولما لانس بيقول لها وانت عبيطه الملابس دي للمناسبات بس، فبتقول له ان دي مناسبه خاصه. المهم بيطلب منها تقعد وتقول له هي مين بالظبط، فبتمسك ايده وتقول له ان حلمها امبارح اتحقق. ولما بيسالها هي بتعيش فين فبتقول له بلد كده اسمها كاميلار ودي مش بعيده قوي عن كاميلو. فبيقول لها لانس انت خمنتي اننا كنا بندور على غوين، ولو كان كل ده اللي تقدري تعمليه فانا كنت متوقع بان عندك سحر قراءه العقول، بس بالنسبه لتخمينك الصح بان غوين كانت فين فدي قصه تانية، وان شكل كده قوتك السحريه بتسمح ليكي انك تشوفي المستقبل ودي اندر انواع السحر التسعه، وان اللي بيمتلك 4 انواع اكتر من انواع التسعه فبيسمى سحر الشخص ده بالسحر البطل. هنا لانس بيستغرب هي ازاي عرفت حاجات زي دي وبيقول لها انه عاوز يعرف اكتر عنها. فبتقول له ان اسم قوتها وان القوه دي بتتيح لها انها تشوف احداث المستقبل بوضوح، وانها على عكس قوه الملك السابق برترة فهي بتقدر تشوف بوضوح وتعرف هو الشخص بيعمل ايه وامتى وفين وايه اللي هيقوله كمان. ان لانس بيهنج من الصدمه وما بيكونش مصدق انه اول مره يسمع بسحر زي ده. فبتقول له انها طبعا مش بتعرف المستقبل الكبير وللعالم ولا لاي حد لان ده قدره، كل اللي بتقدر تعمله انها بتشوف اللي هيحصل معاه او للي حواليها، وانها عارفه كل حاجه عن نفسها وشافت كل الاحداث عشوائيا من لما كانت في السنه الثالثه من عمرها. وان ابوها وامها حاولوا انهم يخفوا قوتها دي على قد ما يقدروا ولكن انتشرت الشائعات عنها وده سبب جيتها هنا لليونيس. ولما بتساله هو مصدقها ولا لا فبيقول لها انه ما عندوش خيار، وده بعد اللي شافه منها وقالت اللي ما حدش يعرفه. بس بيقول لها انت بتقولي انك ما بتعرفيش غير اللي بيحصل، بس ازاي عرفتي بخصوص غوين وكمان عن الملك برترة؟ هنا بتقرب منه وبتقول له انا سمعت منك كل اللي انت هتقوله لي في المستقبل وده زي ما قلت لك لانك هتبقى ماي بوي فريند حبيبي تسكا. لانس اول ما بيسمع الكلام ده مش بيكون على بعضه وبيودي وشه بعيد وبيقول لها بحرق ما بين الراجل والست هنا يا جدعان هتجننوا امنا ليه؟ فبتقول له ان المستقبل اللي بتشوفه محفور في حجر وانها مش هتفوت اي علامه. فبيقول لها شكلك كده واثقه جدا دي حتى المره الثالثه اللي نشوف فيها بعض. فبتقول له انها بتحلم وحلمها بيتحقق وانها هتقابله مئات وعشرات المرات وانهم هيتقابلوا في المره الاولى لما يكون عنده 16 سنه وهي دي المره اللي شايفين نفسهم حاليا، وبعد كده هيتقابلوا تاني في البرج لما يكون عنده 18 وهيحبها في سن ال 19 وكمان اسمه هيكون الفارس لحمايه الملك في سن ال 23. وفجاه بتشوفها بتتغمر في البكاء بتقول له ان دي المره الاخيره اللي هتشوفها فيها وبتقعد تقول في كلام مش مفهوم لحد ما بتقع بس بيلحقها على اخر لحظه. بس بعدها بتهدى شويه وبيطلعوا بره وهما بيتمشوا بتقول له ان نفسها تتخلص من القوه دي لانها حاسه انها هتتصاب بالجنون لانها بتشوف حاجات فظيعه. بتفكرنا بواحد كده صاحبنا من اتاك اون تايتن. بس بتقول له ان ساعتها في حاجات كتيره على الرغم من اللي كان بيجري وانها اخيرا قابلته وبتقول له انهم خلاص
بعد ما تقابله تقدر دلوقتي تحس انها تقدر تتحمل الصعوبات اللي على وشك انها تحصل. وده بيخلي لانس بيستغرب وان شكله كده في حاجه هتحصل، بس بتقول له ان بعد البكاء ده كله بقت افضل، وبتقول له انها عارفه انه رايح لكاميلوت بكره، فبيقول لها انه ايوه رايح بكره. ولما بيسالها عن اذا كانت هتفضل قاعده هنا فبتساله اذا كان هيجي يشوفها تاني في يوم من الايام. هنا بيسكت شويه وبيقول لها باحراج وليه لا، فبتفرح شويه وبتودعه، ولكن بيكون باين عليها انها حزينه، فبيرجع يقول لها مره تانيه بالتاكيد هيشوفها في يوم وبيندهها باسمها. هو بيقول لها فاهمه ولا لا يا جونيفر. انها بتسكت بس الفرحه مش بتسحها حرفيا لان ده اللي كانت مستنياه. واثناء ما لانس ماشي بيقول في نفسه ان اكيد عمه مليوداس بيعرف حاجه عن قوه جينفير، وبيسال نفسه لو يقدم تقرير بخصوص الموضوع ده. بس اول ما بينزل المطر بيدرك حاجه وبيفتكر ان هو برطره ان لما المملكه يكون فيها القمر كامل مع الرعد والمطر فهتحصل حاجه. المهم في نفس اللحظه دي بتكون جينيفير خلاص روحت البيت، والصدمه انها اول ما بتدخل بتلاقي الشخص اللي كان بيتنصت عليهم مستنيها، وبنشوفها هو بيسالها اذا كانت هي الاميره جينيفير من كامالارد، انه سمع عنها وسمع عن القوه اللي بتمتلكها وانها بتقدر تشوف المستقبل. وبنشوف هو طريقته في الكلام اتغيرت وبيقول لها انه فارس بيخدم مملكه بعيده وانه بيطلب منها انها تيجي معاه وتساعدهم بقوتها. بس فجاه بنشوفها وهي بتقول له انه مش محتاج يكون مراعي وانه واحد من الموبقات الاربعه اللي بيخدموا كاميلوت، وانه بيكون الفارس ايرونسايد وانه جه علشان يخطفها. يا جدعان ده فعلا ايرونسايد اللي بيتفاجئ انها اصلا عرفته، وفي نفس الوقت مبهور منها ومن قدرتها، بس بيستغرب انه طول ما هي عارفاه وانه كمان جاي يخطفها فهي ليه طيب جت هنا وما طلبتش المساعده. فبتقول له انها لو تحدد المصير فهتدفع الثمن. وفي اللحظه دي بيكون لانس بيجري ناحيه البيت بعد ما شعر بقوه غريبه جايه من البيت، هو بيقول لي شكل كده في حاجه هتحصل. وفجاه بيسمع صوت جينفير وهي بتنده عليه باعلى صوت، فبيقلع عليها بس مش عارف ايه اللي بيحصل هناك. بس اول ما بيوصل بيقدر يقرا افكارها وهي بتقول له انها بخير وانه ما يلومش نفسه لان ده اللي هو عاوزه القدر، وما يخافش لانها مؤمنه بيه، مؤمنه انه في يوم من الايام هيقدر يلاقيها. وفي اللحظه اللي بيوصل فيها لانس بيكون ايرونسايد خلاص فتح البوابه المؤديه الى كاميلوت وبيقفلها تاني. وبنرجع للقصر وعلى سيرتها بتشوف وهي بتظهر لمليوداس اللي قاعد على سطح القصر وبتقول له ايه يعني إيه انت سايبنا مرمطين وانت قاعد لكده. ولما بتقول له ان على الرغم من انه هيرسل ابنه في رحله بتهدد مصير حياته لتحديد مصير العالم وانها بتشفق على تريستيان، فبيكون مستغرب انها هنا اصلا. هو بيقول لها انه كان عاوز يتكلم معاه من بدري، ولما بيبص عليها بيتفاجئ بلبسها الغريب وبيقول ايه البتاع الزباله ده. هو بيقول لها كمان انه متفاجئ من احساس الموضه الغبي ولكن بيكون بيهزر طبعا، فبتكون معجبه باللبس. ولما بيسالها اذا كان عندها سؤال تاني عاوزه تساله فبتعمل حركه اكشن كده وبتقول له ايوه طبعا، وبتقول له لو فاكر انها تتعاون معاه وتقاتل كفارسه نبوءه ضد عمها فهو بيحلم، وبتقول انها مستحيل تكون حليفته لان مفيش سبب مطلق لده. هنا مليوداس بيضحك ولما بيسالها هي عندها حاجه في عقلها فبتسكت شويه وبتقول له انها خلاص هتقاتل معاه كفارسه نبوءه بس ممكن تخونه في لحظه. والغريب ان مليوداس بيوافق وده بيخليها تستغرب. المهم بيجي فعلا يوم الرحله وبيتجمعوا مع بعض وبيقول لهم مليوداس انه جه الوقت اللي يخرجوا في بره المملكه، وانهم يتوقعوا ان الهجمات من ناحيه ارثر ممكن تكون قويه، بس بالرغم من ده فبرضه لازم يلاقوا الطريق اللي بيودي الكامل. واثناء ما بيلقي خطابه عليهم بنشوف غاوين وهي متضايقه منه انه اداها الاكل الويس بتاعها. المهم بيقول لهم انه هيقسم الفرق على جهه، بس بيوقفوا بريسيفل وبيقول له يعني احنا ما صدقنا اننا اتجمعنا عاوز تفرقنا. بيفهموا طبعا ان ده مؤقت، وبما انهم ما يعرفوش ازاي يدخلوا الكامل ما فيش غير حل واحد هو انهم ينتشروا ويبحثوا وده هيكون اكثر فعاليه. وبما ان اقل حاجه هتكون مفيده فبيديهم كرات كده شبه الحلزون، وبيقول لهم انهم لو لقوا اي ادله يستخدموها عشان يعرفوا الفريق التاني، ولو كانت مفيده ست هتجمعهم مره تانيه. وهنا بيقسم الفريق وبيقول ان غاوين وبريسيفل هيشكلوا فريق، اما فريق تريستيان فهيدور في كاميلوت القادمه في الجنوب، واخيرا لانس هيكون لوحده وهيبحث في بيونيك في الشرق. وطبعا بيونيك دي بتكون هي وطن لانس، وده بيخلي لانس يرفع ايده وبيسال مليوداس لو يقدر يرسل حد تاني لهناك. ولما بيساله مليوداس عن السبب فبيقول له انه مش بس قادر انه يروح للبيت الفتره دي. وهنا بيعرف مليوداس السبب هو ان لانس وعد اهله انه هيلاقي جيروكو معلمته ويرجعها، وبيقول له بما انك لقيتها فانت كده حققت نص الهدف. وبيبص له كده وبيقول له برضه لازم يروح البيت علشان يطمن على اهله يطمن على ابوه وامه. هنا لانس ما بيكونش عنده خيار بعد الكلام ده وبيقول له خلاص سيب البحث عن ديوز عليا انا. هنا الكل بيستغرب من الاسم وبيقول بريسيفل انه سمع عن الاسم ده قبل كده، مش ده اللي كان حرفي؟ فبيأكد تريستيان المعلومه وانه العملاق الحرفي دوبيز اللي صنع العديد من ادوات السحريه والاقوى منهم نحش الظلام الابدي وكنوز الخطايا السبع، واللي خلت منه اعظم حداد في تاريخ بريطانيا، وان لانس كان بيدور عليه من مده طويله. ولما بيقول بريسيفل طب ما يروح يشتري اي واحده فبيقول مليوداس ان الموضوع مش بالسهوله دي، لان باختصار ما فيش اي سلاح يقدر يصمد قدام قوه لانس السحريه. الكلام ده بيخلي كله من الصدمه يدركوا ان في اثناء المعركه لما كان بيمسك اي سلاح فكان بيتدمر فعليا. فبيفهم بريسيفل هو ليه لانس بيستخدم السهام، لانه مهما تفتت السهم فهيكون معاه غيره. المهم بيقول لهم مليوداس ان هيكون في اعداء ومشاكل اكتر من الاول ولازم يجهزوا نفسهم، ولكن في المقابل هيكون في حلفاء في كل مكان قاتلوا مع
العطايا السبع، وانهم لو مدوا ايديهم وساعدوهم فهم اكيد هيعملوا نفس الموضوع. واخيرا بيلقي خطابه بشكل هستيري انهم لازم يتموا المهمه دي مهما كان الثمن، وده طبعا كلهم بتطلع منهم كلمه واحده بس وهي اكيد. هنا بريسفال من شده الحماس بيقول لهم علشان سيفي الجامد هحرص انه يتمها. هنا اول ما بيشوفوا ميليوداس بيضحك لان ده سيفه في الماضي، والكل بيضحك على بريسفال لما بيشوفوا ناسينس بيقول له صح، مش مقبض التنين ده كان قطعه من نعش الظلام؟ فبيجاوب ميليوداس وبيقول له ايوه، وانه استخدموا الختم عشيره الشياطين. هنا كلهم بيهنجوا من الصدمه لانهم بيستوعبوا ان الملك الشيطان. وهنا بينقضوا كلهم على بريسفال علشان يبعدوا عنه السيف، لان لو حد سرق منه فساعتها يقدر يختم به الملك. بس بيقول ميليوداس بابتسامه انه يفضل انه يقعد مع بريسفال، وانهم هم اصلا رجعوه بما ان هو اللي حطهم في عبء تقيل زي انهم يقابلوا كاميلوت، فان تحمل نوع زي ده من المخاطر شيء عادل. المهم بيبداوا رحلتهم وبنشوف تريستيان وهو بيودع اهله، وبنشوف هو بيرد على ابوه على اي سؤال بيساله. لما بيقول له ميليوداس انه ما يضغطش على نفسه قوي، فبيقول له تريستيان لو ما عملناش كده يبقى انسى اننا نلاقي كاميلوت. هنا ميليوداس بيسكت شويه وبيقول له انا قلت كده برضه. اما لما بتقول له انها بتتمنى له التوفيق وانه يخلي باله من نفسه، وبتلمع لانها بيحبها جدا، وبيقول انه هيحاولوا بيحضنها، وده بيخلي ميليوداس يبكي في الزاويه. واثناء ما بريسفال بيشوفه بيودعه بيقول له انه بامتلاك والاب وام، فده يخليه يغير شويه. واول ما بيقول كده بنشوفه هو ولانس وغاوين باين عليهم الحزن بانهم مفتقدين اهاليهم. وبيجي تريستيانو بتاسف لهم على التاخير وبيقول لهم ان اهله لسه بيعاملوه كطفل. هنا لانس بيستفزه شويه وبيقول له قصدك بابا وماما صح، فبيزعق في تريستيان. المهم بيهدوا شويه وبيكون شيون هو كمان بيودع اهله. ولما بيقول له ابوه انه هيروح معاهم علشان يساعد الامير تريستيان، فبيقول له ان سيده تريستيان مش محتاج مساعدته. فبيقول له ابوه انه بيحسده لانه رايح في مغامره مع شخص بيحبه من نفس جيله. هنا بيفرح شيون في نفسه وبيودعهم بعدها. واخيرا بيبداوا الرحله، وبيقول بريسفال بصوت عالي انهم لازم يلاقوا ارثر واتباعه ويمسحوا به الارض. وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فلو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده طبعا 10000 لايك عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل في باقي القصه. ويلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي. انا معكم عبدو، سلام.